طلاب الحلوين، طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هناخد آخر مراجعة نهائية في مادة الدراسات الاجتماعية الترم الثاني. هنحل مع بعض نماذج من الأضواء اللي هي النماذج النهائية للأضواء، ودي بتكون أسئلة بأشكال مختلفة تقدر تساعدك إنك تعرف منها تحل إزاي الامتحان. تمام؟ علشان تعرف تحل الامتحان لازم تحل أكبر قدر من الأسئلة. يلا نبدأ نحل مع بعض، بس قبل ما نبدأ ما تنساش انك تفعل الجرس وتدوس سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في القناة. يلا نبدأ نحل مع بعض. نبدأ بأول نموذج. دي خريطة دولة الهند. هو أول سؤال بيجيلنا في الامتحان بيكون عن الجغرافيا، وأول سؤال بالظبط بيكون الخريطة. طيب الخريطة ممكن يجيب لك فيها أشكال مختلفة، ممكن يجيب لك قارات العالم ويسأل عن كل مكان دي دولة ايه، ده مثلا مكان فيه ايه في الزراعة كده. طيب ممكن كمان يسألك عن ايه، ممكن كمان يسألك عن الدول المقررة علينا اللي كانت في الوحدة التانية. كل محافظة على حسب الدول بتاعتها، عشان كده في الخمس نماذج دول هنحل على كل دولة، وكل طالب يشوف المحافظة اللي هو فيها، الثلاث دول اللي هو فيها، ويبدأ يذاكر الخرايط دي. نبدأ أول سؤال عندنا بيقول خليج ايه ده هنا اللي موجود عند الهند. الخليج ده اسمه خليج البنغال. اسمه خليج ايه بقى؟ البنغال، خليج البنغال. طيب رقم 2 دي دولة ايه؟ الدولة اللي فوق الهند دي على طول دي اسمها الصين. اسمها دولة ايه بقى؟ الصين. تمام. طيب رقم 3 دي جبال ايه؟ الجبال اللي فوق الهند على طول اسمها جبال الهيمالايا. جبال الهيمالايا. يبقى خليج البنغال، دولة الصين، وجبال الهيمالايا. بما تفسر، ده تاني سؤال عندنا. بما تفسر هنا بيقول لك ليه الحاجة دي حصلت. بما تفسر تعتبر الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الهامة في العالم. ليه الزراعة مهمة بالنسبة لنا في العالم؟ لأنها مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. الإنسان بيجيب منه الغذاء بتاعه بجانب الأسماك والحيوانات. كمان بترتبط بتربية الحيوانات. أنا عشان أربي الحيوان عندي لازم يبقى عندي إيه؟ مصدر للغذاء بتاع الحيوان اللي هو الزراعة. يبقى هي مصدر رئيسي لغذاء الإنسان والحيوان، وتساعد قلنا ايه في تربية الحيوانات. طيب اعتبار الهند من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك. ليه بيعتبروا الهند من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك؟ لأنها بتطل على خليجان بتكون جبهتها ساحلية طويلة. يبقى ليه؟ لأنها تطل على خليجان بجهات ساحلية طويلة. بتطل على خليجان بجهات ساحلية طويلة. طيب السؤال اللي بعده. تقدم الصناعة في إقليم غرب ووسط أوروبا. فاكرين أقاليم الصناعة؟ قلنا من أقدم أقاليم الصناعة هو إقليم غرب ووسط أوروبا، والصناعة فيه بتكون متقدمة جدا. طب إيه سبب تطور الصناعة في الإقليم ده؟ لأن عندهم كل مقومات الصناعة سواء كانت طبيعية أو البشرية. زي إيه؟ زي المادة الخام، مصادر الطاقة، الموقع المتميز. كمان عندهم بالنسبة للمقومات البشرية عمالة مهرة، سياسات حكومية، أسواق. يبقى تقدم الصناعة عندهم لتوافر المقومات الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة. يبقى توافر المقومات الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة. قلنا طبيعية زي ايه؟ زي توفر المادة الخام
ومصادر الطاقة، قلنا بشرية زي العمالة، المهارة، والأسواق. اذكر النتيجة. اذكر النتيجة بيقولك ايه السبب او ايه اللي حصل لما الحاجة دي حصلت. يعني ايه؟ اذكر نتيجة الوحدة الاقتصادية الأوروبية. ايه اللي حصل لما الدول الأوروبية عملت وحدة اقتصادية؟ ايه اللي حصل؟ أدى بقى ما بينهم تكامل في الجوانب الاقتصادية والصناعية، بقى ما بينهم تكامل في المنتجات اللي بينتجوها. تمام. ايه كمان؟ حمايتها جمركيا، يعني ما فيش ما بينهم جمارك كبيرة جدا. تدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الأوروبي، كمان بقى في هيئة اسمها الاتحاد الأوروبي اللي بقت بتدعم الصناعة عندهم. يبقى تاني ايه اللي حصل لما الدول الأوروبية عملت حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ قلنا أدت إلى تكامل في ايه بقى؟ تكامل في الجوانب الاقتصادية والصناعية. تكامل في الجوانب الاقتصادية والصناعية. كمان حمايتها جمركية، بقى عندها حماية جمركية. كمان قلنا اتدعمت من هيئة ايه؟ الاتحاد الأوروبي. دعمت من هيئة الاتحاد الأوروبي. نكمل. ايه اللي حصل لما توفرت فرصة العمل بالمناطق الصناعية بألمانيا؟ ايه اللي ترتب على كده؟ بقى في فرص عمل بالمناطق الصناعية بدولة ألمانيا. اللي حصل ان ابتدت السكان يتركزوا في المناطق الصناعية دي. قلنا زي منطقة ايه؟ زي اقليم اسمه بافاريا في ميونخ. الاقليم ده مليان سكان علشان توفر الايه؟ المناطق الصناعية. يبقى ادى الى تركز السكان بالمناطق الصناعية. ولو قلم يبطل، ودايما كل حاجة تكتبوها علشان كتر ما هتكتب الأسئلة دي كل ما هتعرف تحلها أكتر. كده خلصنا سؤال بمتفسر واذكر النتيجة. ندخل على أكمل. تعد دولة ايه أولى دول العالم في إنتاج اللحوم البيضاء لسد حاجات السكان؟ لحوم بيضاء يعني من الدواجن. مين أول واحدة إنتاج للدواجن؟ تحفظها كده على طول، اسمها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي أولى الدول في إنتاج الدواجن. تعتبر مدينة ايه عاصمة إقليم بافاريا؟ قلنا لسه قايلنا مدينة اسمها ميونخ في ألمانيا. مدينة ميونخ هي عاصمة إقليم بافاريا، وده إقليم في مناطق صناعية في دولة ألمانيا. دل على صحة العبارة بتمتلك البرازيل ثروة معدنية كبيرة. ازاي البرازيل عندها ثروة معدنية كبيرة؟ عشان أو حيث يوجد بها الكثير من المعادن اللي بتقوم عليها النشاط. طب ايه المعادن دي؟ زي الحديد، البوكسيت، المنجنيز. يبقى هي عندها ثروة معدنية كبيرة وبيقوم عليها النشاط المعدني. هنقول حيث تمتلك الكثير من المعادن التي يقوم عليها النشاط التعديني. قلنا يقوم عليها النشاط التعديني زي معادن ايه؟ قلنا حديد وبوكسيت. تتعدد المراكز الصناعية في إقليم روسيا وأوكرانيا الصناعي. في مراكز كتيرة صناعية في إقليم روسيا وأوكرانيا الصناعي. زي إقليم ايه؟ زي إقليم موسكو وإقليم الأورال. يبقى من أهم المراكز، حيث من أهم المراكز إقليم إيه؟ إقليم قلنا موسكو وما حولها، وإقليم اسمه إقليم الأورال. إقليم موسكو، إقليم الأورال. علاقة مصر بالولايات المتحدة علاقة قوية في مختلف المجالات. قلنا لأن في اتفاقية تجارية ما بين البلدين، اتفاقية منطقة اسمها منطقة التجارة الحرة، واتفاقية اسمها اتفاقية منطقة الصناعية اللي بيسموها الكويز.
بتستورد مصر من الولايات المتحدة منتجات تكنولوجية حديثة وأسلحة وطائرات. تاني يبقى في اتفاقيات ما بيننا وما بين الولايات المتحدة، يبقى زي اتفاقيات ايه بتوجد؟ اتفاقيات بين مصر والولايات المتحدة، اتفاقية ايه؟ تجارية بين البلدين، وكمان اتفاقية قلنا ايه؟ واتفاقية صناعية. اتفاقيات تجارية بين البلدين مثل اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الصناعية. وإن مصر بتستورد من الولايات المتحدة منتجات تكنولوجية حديثة وأسلحة وطائرات. مصادر السؤال اللي بعده بيقولك ما المقصود بكل المال؟ ما المقصود عايز معنى الكلمة اللي بيكتبها لك دي. مصادر الطاقة، هي ايه معنى مصادر الطاقة؟ مصادر الطاقة دي حاجة احنا بنستخدمها عشان نحرك بيها الآلات اللي الإنسان بيستخدمها في حياته. هي تعتبر بالنسبة لنا القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع مجالات الحياة. يبقى هي القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع المجالات، وكل المجالات بتاعت ايه حياة الإنسان. تاني ايه هي مصادر الطاقة؟ هي القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع مجالات حياته أو في جميع المجالات. الراعي التجاري، ايه معنى كلمة راعي تجاري؟ قلنا الراعي التجاري هو الراعي بيتمارس في مناطق الحشائش، بيكون في كل قارات العالم، بيعتمد على أحدث الأساليب العلمية، لازم يبقى فيه أحدث أساليب علمية، وكمان بيتربى فيه حيوانات المراعي عشان ينتجوا منها الألبان واللحوم، حيث يرعى كل نوع في مزرعة خاصة به دون اختلاط بحيوانات أخرى. تاني هو راعي يمارس في جميع قارات العالم، وقلنا بيكون موجود فين؟ في الحشائش. يعتمد على أحدث الوسائل أو الأساليب العلمية، وبيربى راعي يمارس في جميع قارات العالم في الحشائش، بيعتمد على أحدث الأساليب العلمية، وبيربى حيوانات المراعي لإنتاج اللحوم والألبان، ويرعى كل نوع في المزارع. ثانيا بقى التاريخ، يبقى أول حاجة بيبقى عندنا الجغرافيا، أول سؤال بيبقى الخريطة، بعد كده بيسألك مجموعة من الأسئلة زي الأسئلة المقالية زي المتفسر، نتائج، دلل، والمقصود، وكمان بيسألك أسئلة موضوعية زي اكمل أو صح وغلط أو اختار. ندخل على التاريخ. أول سؤال عندنا صوب تحت خط: من إنجازات ثورة يوليو في المجال الاجتماعي إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. ده بيبقى إنجاز إيه؟ بصوا، أول ما يقول لكم اتفاقية الجلاء، إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، كل دي من المجالات السياسية لأنها كانت تهم نظام الحكم أو المجال السياسي، يبقى ده مجال إيه؟ مجال سياسي. سؤال رقم 2: تم عقد مؤتمر باندونج عام 1955 بدولة يوغوسلافيا؟ لا، بدولة اسمها أندونيسيا. ما النتائج المترتبة على؟ قلنا ما النتائج يعني إيه؟ يعني إيه اللي حصل لما الحدث ده حصل؟ فشل العدوان الثلاثي على مصر. إيه اللي حصل؟ أو إيه اللي ترتب على فشل العدوان الثلاثي على مصر؟ لما فشل العدوان الثلاثي ابتدت تنسحب القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد. امتى؟ 23 ديسمبر 1956. انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وسيناء سنة 1957. قوات الطوارئ الدولية وضعت قوات طوارئ دولية بين مصر وإسرائيل عام 1957. وابتدت الدول العربية تدرك الخطر الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية في السيطرة على العالم العربي، فقامت مصر وسوريا بوحدة عام 1958 لحد 1961. تاني بالراحة:
ايه النتائج المترتبة على فشل العدوان الثلاثي على مصر؟ انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد عام 1956، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وسيناء أوائل 1957، وضع قوات طوارئ دولية بين مصر وإسرائيل عام 1957، إدراك الدول العربية خطورة الأطماع الإسرائيلية في السيطرة على العالم العربي في قائمة وحدة بين مصر وسوريا عام 1958. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على دعوة رفاع الطهطاوي لتعليم المرأة؟ ايه اللي ترتب على دعوة رفاع الطهطاوي لتعليم المرأة؟ استجاب الخديوي اسماعيل لدعوة رفاع الطهطاوي فأنشأ أول مدرسة لتعليم البنات، وهي مدرسة اسمها مدرسة السامية. السؤال اللي بعده، قارن ما بين، وقارن بيجي بالشكل ده، أو ممكن يجي يكتب لك قارن ويقول لك أنت اللي تكتب أو أنت اللي تعمل إيه الشكل بتاعه. طيب قارن ما بين مؤتمر كامب ديفيد أو مؤتمر مدريد للسلام. مؤتمر كامب ديفيد بيقول لك قارن ما بينه وما بين مؤتمر مدريد في الدولة المستضيفة. مؤتمر كامب ديفيد مين اللي استضافت؟ كان اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. طب في مؤتمر مدريد للسلام كانت مدريد عاصمة أسبانيا. طيب النتائج مؤتمر كامب ديفيد وصلوا لإطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. مؤتمر مدريد حدثت مفاوضات اتسمت بالسرية في مدينة اسمها أوسلو. يبقى مؤتمر كامب ديفيد قلنا الدولة المستضيفة للولايات المتحدة، مؤتمر مدريد عاصمة اسبانيا، نتائج التوصل لإطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ومؤتمر مدريد حدثت مفاوضات اتسمت بالسرية في مدينة أوسلو. اختار الإجابة الصحيحة. تأسست الصحافة النسائية في مصر عام 1907 على يد مين اللي عملت الصحافة النسائية في مصر عام 1907؟ كان اسمها جميلة حافظ. اسمها ايه بقى؟ جميلة حافظ. يتولى السلطة التشريعية في مصر. مين اللي عنده السلطة التشريعية؟ سلطة القوانين. اسمه ايه؟ اسمه مجلس النواب. اسمه ايه بقى؟ مجلس النواب. يوجد مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. مكان الأمانة العامة موجود دلوقتي في نيويورك. فيما تفسر ايه سبب حدوث الشيء ده؟ انشاء منظمة الأغذية والزراعة الفاو. قلت لكم عندنا مجموعة من المنظمات، ده كان آخر درس عندنا في التاريخ. من المنظمات دي اليونسكو والصحة العالمية واليونيسف والفاو اللي هي بتاعت الأغذية والزراعة. ايه سبب انشاء منظمة الأغذية والزراعة اللي هي الفاو؟ هدفها القضاء على الجوع، مساعدة البلدان الفقيرة والنامية على تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي. يبقى هدف منظمة الأغذية والزراعة تقضي على الجوع وتساعد البلدان الفقيرة والنامية على تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي. قيام حرب أكتوبر 73. إيه سبب قيام حرب أكتوبر؟ تعالوا نفكر كده مع بعض. إيه اللي خلى حرب أكتوبر تقوم؟ هم عشان مصر كانت عايزة تستعيد تاني سيناء. كمان لأن إسرائيل كانت بترفض جميع نداءات السلام وبتنسحب، ما تقدرش تنسحب من الأراضي اللي احتلتها في العدوان الإسرائيلي سنة 67. كمان مصر وسوريا صمموا إن هم يزيلوا آثار النكسة دي ويستردوا شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. يبقى ايه سبب قيام حرب أكتوبر 73؟ رفض إسرائيل جميع نداءات السلام من الانسحاب من الأراضي المحتلة، تصميم مصر وسوريا إن هم يزيلوا آثار النكسة يونيو 1967 ويستردوا سيناء وهضبة الجولان. أجب عما يلي. دي أسئلة بتكون عامة بيذكر فيها حاجة معينة ويطلب منك إنك تجاوب عليها. أول سؤال، اذكر أهم الأحزاب اللي تم تأسيسها في مرحلة ما قبل ثورة 1919. احنا كان عندنا مجموعة من الأحزاب، قلنا أيام محمد علي، أيام الخديوي اسماعيل، أيام الاحتلال البريطاني، وكمان أيام أو ما قبل ثورة 1919 وفي ثورة 1919. ما قبل ثورة 1919 هي الفترة اللي كان فيها مصطفى كامل، والفترة اللي كان فيها حزب اللي بنسميه حزب الأمة اللي هي كان فيها الفيلسوف أحمد لطفي. يبقى الفترة دي ايه الأحزاب اللي كانت مهمة فيها؟ هو الحزب الوطني اللي أنشأه أو عمله مصطفى كامل، وحزب الأمة اللي عمله الفيلسوف المفكر أحمد لطفي السيد. السؤال اللي بعده بيقول ماذا كان يحدث إذا لم تستخدم الدولة العربية البترول كسلاح في حرب أكتوبر؟ إيه اللي كان هيحصل لو كانت الدولة العربية ما استخدمتش سلاح البترول في حرب أكتوبر؟ ماذا يحدث؟ دايما اعكس اللي حصل عندك في المنهج. يعني ماذا يحدث إذا لم تقم حرب 73 أو انتصار 73؟ مش هنسترد سيناء، لم نسترد سيناء مرة أخرى ولا هضبة الجولان. هيحصل عكس اللي احنا اللي حصل في المنهج.
طيب هنا بيقول لك لو الدول العربية ما استخدمتش البترول في حرب أكتوبر ما كانش هيقدروا يضغطوا على الولايات المتحدة، وكانت هتستمر الولايات المتحدة في مساندة إسرائيل، وكمان ما كانوش هيعرفوا أهمية سلاح النفط العربي كسلاح سياسي واستراتيجي. كمان مصر ما كانتش هتقدر لا هي ولا سوريا تنتصر في الحرب. يبقى ايه اللي كان هيحصل لو لم تستخدم الدول العربية البترول كسلاح في حرب لم يتم الضغط على الولايات المتحدة المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر، ما كانوش هيقدروا يمنعوا الصادرات تجاهها. لم تظهر أهمية النفط العربي كسلاح سياسي واستراتيجي لما استخدموه، بان قد إيه أهميته كسلاح سياسي واستراتيجي. لم تنتصر مصر في حرب أكتوبر، تنتصر مصر في حرب أكتوبر. كده خلصنا أول نموذج. نموذج رقم 2 دي خريطة لدولة البرازيل. طيب دولة البرازيل بيحدها ايه من الشرق؟ ده محيط اسمه محيط ايه؟ محيط الأطلنطي. طب من الغرب المحيط الهادي. رقم 2 نهر ايه ده اللي بالعرض ده؟ أوسع نهر في العالم، قلنا اسمه نهر الأمازون. رقم 3 مدينة، دي مدينة مهمة أوي عندهم اسمها برازيليا. ما النتائج المترتبة على وقوع الهند في نطاق المناخ المداري الحار؟ اللي حصل أو اللي ترتب على لما الهند تقع في منطقة المناخ المداري الحار، ترتب عليها ارتفاع كبير في الحرارة لأكثر من 30 درجة، سقوط أمطار موسمية صيفية غزيرة. عندها أمطار بتكون في الصيف وبتكون غزيرة. كمان بتقل كل ما بنتجه ناحية الشمال. نتيجة كده بتنمو فيها غابات موسمية على السواحل الشرقية والغربية للهند. كمان بتنمو فيها حشائش بس بتكون قصيرة فوق هضبة الدكن. تاني يبقى بترتفع فيها درجة الحرارة أكتر من 30، بتسقط فيها الأمطار في الصيف وبتكون غزيرة، بتنتج عنها غابات موسمية على السواحل الشرقية والغربية. كمان بتنمو حشائش قصيرة فوق هضبة الدكن. نكمل زيادة الطلب على البترول وتعدد استخداماته. ايه اللي حصل لما بقى في زيادة جامدة قوي على الطلب البترول؟ ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على البترول وتعدد استخداماته؟ ترتب عليه زيادة أسعاره بصورة مستمرة. أسعاره بتكون زايدة على طول بصورة مستمرة. السؤال اللي بعده قارن بين الري البدائي والري التجاري من حيث المناطق اللي بتنتشر فيه وخصائصه. الري البدائي ده قلنا بيكون موجود في كل المناطق البدائية. زي ايه؟ زي الصحاري الحارة اللي بتكون موجودة في شبه الجزيرة العربية مثلا، بداية الشام في آسيا، شمال أفريقيا عشان مليانة صحاري حارة. ايه كمان موجودة في دول وسط آسيا اللي بيكون فيها صحاري معتدلة. كمان بتكون موجودة في شمال آسيا وأوروبا اللي هي بيكون فيها صحراء التندرا الباردة وبيرعى فيه حيوان الراعي. ده الراعي البدائي. طب الراعي التجاري بيكون موجود فين؟ قلنا بيكون موجود في مناطق حشائش الستبس والسافانا بكل قارات العالم. أكتر مكان موجود فيه هو الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق الحشائش القصيرة اللي هي الستبس واللي بنسميها البلاد. كمان موجود في الأرجنتين بأمريكا الجنوبية، وكمان منطقة أستراليا. خصائصه بيتميز بإيه الراعي البدائي؟ بيتميز إن السكان بيمارسوه في المناطق الصحراوية في مساحات واسعة في قارات العالم، وبيكون الراعي بشكل بدائي بيستخدموا أدوات بدائية. طيب الراعي التجاري بقى بيمارسوا في مناطق الحشائش في قارات العالم، بيعتمد على أحدث الأساليب العلمية، وبيقوم على تربية حيوان المرعى عشان ينتجوا منه اللحوم والألبان. بيرعى بيه كل نوع من الحيوانات في مزرعة خاصة بيه دون الاختلاط مع الحيوانات الأخرى. يبقى مناطق انتشاره صحاري حارة شبه الجزيرة العربية وبداية الشام، والصحاري المعتدلة اللي هي وسط آسيا، والصحاري الباردة التندر شمال آسيا وأوروبا. الراعي التجاري حشائش السافانا والستبس بقارة العالم في الولايات المتحدة، الأرجنتين، أستراليا. خصائصه بيمارس سكان المناطق الصحراوية في مساحات واسعة. ده خصائصه بيمارس في منطقة الحشائش في قارات العالم، بيعتمد على الأساليب الحديثة. اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات الآتية مع تصويب الخطأ، يعني هنصوب الغلط. طيب يحد الولايات المتحدة من الجنوب خليج المكسيك ودولة كندا. نركز بقى في السؤال بقى ده، لو هو عامل لك صح وغلط هتكتب صح وغلط عادي. طب لو هو عامل لك صواب وخطأ هتكتب صواب وخطأ زي ما هو كاتب. ونركز برضو مع تصويب الخطأ. عايز تصويب الخطأ بس في بعض النماذج أو في بعض الامتحانات بيطلب منك تصويب الخطأ أو التصويب في الحالتين، يعني صح أو غلط تعلل ليه. تمام.
طيب مع تصويب الخطأ، الولايات المتحدة بيحدها من الجنوب خليج المكسيك ودولة كندا. لا غلط، دولة ايه؟ دولة المكسيك. يبقى من الجنوب عندنا هنا دولة اسمها ايه؟ المكسيك. نكمل من المناكس الصناعية الحديثة في أمريكا الجنوبية دولة البرازيل. صح طبعا، من البرازيل تعتبر من المناكس الصناعية الحديثة. ايه كمان مناكس صناعية حديثة؟ زي مصر مثلا، جنوب أفريقيا، كل دي بتعتبر من المناكس الصناعية الحديثة. لما تفسر أهمية الثروة الحيوانية؟ ليه الثروة الحيوانية مهمة بالنسبة لنا؟ احنا لسه قايلين فوق على الثروة الزراعية مهمة علشان مصدر لغذاء الإنسان. كمان الثروة الحيوانية هي مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، من خلاله بننتج اللحوم والألبان والجلود والصوف في العالم. يبقى هي مصدر رئيسي لإنتاج اللحوم والألبان والجلود والصوف في العالم. مصدر رئيسي لإنتاج اللحوم والألبان والجلود والصوف في العالم. توطن صناعة الألمنيوم في الدول المتقدمة. ليه الدول المتقدمة بس هي اللي بتكون فيها صناعة الألمنيوم؟ لأن بيتوفر فيها مقاومات اللازمة لصناعتها، زي الطاقة الكهربائية، خبرة فنية وعلمية متطورة، سوق محلية بتستوعب الإنتاج. تاني، لأنها بتوفر فيها المقاومات اللازمة زي الطاقة الكهربائية والخبرات الفنية والعلمية، وكمان سوق محلية وخارجية بتستوعب الإنتاج. توفر المقاومات اللازمة للصناعة من طاقة كهربائية وخبرات فنية. يعد اقتصاد نيجيريا اقتصاد نامي. ليه اقتصاد نيجيريا اقتصاد نامي؟ لأنه بيعتمد على الزراعة في المقام الأول رغم تنوع مواردها الاقتصادية، لأنه بيعتمد على الصناعة في ايه؟ في المقام الأول رغم إنها عندها تنوع في مصادر الطاقة ايه أو مصادر مواردها الاقتصادية. يعني لأنها تعتمد على الزراعة في المقام الأول رغم تنوع مواردها الاقتصادية. أجب، ما العلاقة بين الثروة السمكية والتيارات المائية؟ ايه العلاقة ما بين الاتنين دول؟ العلاقة دايما حاجتين بيبقوا سبب ونتيجة لبعض، أو حاجة نتيجة للسبب ده. نبدأ. الثروة السمكية والتيارات المائية. الثروة السمكية بتكون موجودة بزيادة فين؟ في الأماكن اللي فيها تيارات مائية باردة ودفيئة. يبقى العلاقة بين الثروة السمكية والتيارات المائية بتتزايد كمية الأسماك في مناطق التقاء التيارات المائية الباردة والدفئة أو الدفيئة. بتتزايد كمية الأسماك في مناطق التقاء التيارات المائية الباردة والدفيئة. حدد أهم الواردات المصرية من دولة الهند. الواردات يعني مصر بتستورد ايه من دولة الهند؟ بنستورد غزل القطن، الغزل بتاع القطن، السمسم، الشاي، التوابل، وقطع غيار وسائل النقل. قطن، سمسم، شاي، غزل قطن، سمسم، شاي، توابل، قطع غيار وسائل النقل. ثانيا التاريخ. اكمل العبارات الآتية. تتمثل السلطة القضائية حاليا في مصر في ايه؟ ايه اللي معاه السلطة القضائية اللي بيحكم؟ يعني اسمها ايه؟ المحاكم. اسمها ايه بقى؟ المحاكم. أول مدرسة لتعليم البنات في مصر هي مدرسة قلنا اسمها مدرسة أجمع ما يأتي. حدد أهداف ثورة 23 يوليو 1952 اللي قامت من أجلها. إيه أهداف ثورة يوليو؟ هي كان عندها 3 قضاء و3 إقامة. 3 قضاء: قضاء على الاستعمار وعوانه، قضاء على الإقطاع، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال. يبقى 3 قضاء: استعمار، إقطاع، احتكار. طيب القيم بدله ايه؟ جيش قوي، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية. جيش قوي، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية. 3 قضاء و3 إقامة. السؤال اللي بعده: اذكر أهداف حركة عدم الانحياز. ايه كان أهداف حركة عدم الانحياز؟ حركة عدم الانحياز كانت بتقول عدم الانضمام إلى أي من الكتل الشرقية اللي هي روسيا وحلفائها، والغربية اللي هي أمريكا ودول أوروبا. يبقى ايه أهداف حركة عدم الانحياز؟ عدم الانضمام إلى الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية. الكتلة الشرقية اللي هو قلنا روسيا، والكتلة الغربية اللي هي أمريكا وأوروبا. ما العلاقة بين معاهدة 36 والحرب العالمية الثانية؟ معاهدة 36 لما توقعت خلت مصر بقى عبارة عن مكان أو ميدان الحرب العالمية الثانية. يبقى ايه العلاقة ما بين معاهدة 36 والحرب العالمية الثانية؟ جعلت من مصر مكان أو ميدان للحرب العالمية الثانية. ما المقصود بكل من اللجان الشعبية؟ اللجان الشعبية دي اللي عملها الشعب أثناء ثورة
يناير 2011. هي ايه؟ هي لجنة تشكلت في ثورة 25 يناير من افراد المجتمع المصري بكل فئاته. ليه عملوا كده؟ لحماية المنشآت والمناطق والمواطنين ومواجهة اعمال السرقة. تاني، لجنة تشكلت في ثورة 25 يناير من افراد المجتمع المصري بكل فئاته. ليه؟ لحماية المنشآت والمناطق والمواطنين ومواجهة اعمال السرقة. رقم 2، ايه معنى كلمة دستور؟ يعني ايه دستور؟ الدستور هو وثيقة رسمية، وثيقة بتكون رسمية بتحدد نظام الحكم في الدولة وبتحدد شكل اختصاصات المؤسسات الدستورية. تاني، هي وثيقة رسمية بتحدد نظام الحكم في الدولة وبتحدد شكل واختصاصات المؤسسات الدستورية المختلفة. سؤال لمن تنسب الأعمال. عينها الرئيس السادات وزير للشؤون الاجتماعية عام 71. مين السيدة اللي عينها الرئيس السادات وزير للشؤون عام 71؟ اسمها عائشة راتب. اسمها ايه؟ عائشة راتب. أنشأ مجلس شورى النواب في ديسمبر عام 1866. مين اللي عمل مجلس شورى النواب؟ أنا بقولك مجلس شورى النواب على طول خديوي إسماعيل. شورى نواب خديوي إسماعيل. تولى رئاسة مصر بعد فوزه بانتخابات الرئاسية اللي أجريت عام 2014 طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. السؤال اللي بعده، دلل على صحة العبارة الآتية: لجأت مصر الطرق السلمية لاستعادة طابة. ازاي؟ دلل ايه اللي حصل. يعني حيث اتفق الطرفين على مبدأ التحكيم الدولي وعرض القضية على محكمة العدل الدولية. حيث اتفق الطرفين على مبدأ التحكيم الدولي وعرض القضية على محكمة العدل الدولية. كانت الحياة النيابية في عهد محمد علي سورية. ليه الحياة النيابية في عهد محمد علي كانت سورية؟ لأن المجالس اللي بنشأها كان محمد علي كانت مجالس استشارية لسلطة ليها، يعني مجرد شكل من هي السلطة. كمان تمثلت في مجلس ايه هو كان هي الحاجات المجالس اللي عملها مجلس المشورة والمجلس العالي. يبقى كانت المجالس اللي أنشأها محمد علي مجالس استشارية لا سلطة لها، وتمثلت في مجلس المشورة والمجلس العالي والمجلس العالي. طيب، لم تكن ثورة 25 يناير 2011 وليدة التاريخ ده لأن سبقتها حركات سياسية واحتجاجات مهدت ليها. لأن سبقتها حركات سياسية واحتجاجات مهدت ليها. ماذا كان يحدث إذا لم يتم تأميم شركة قناة السويس؟ إيه اللي كان ممكن يحصل لو ما تأممتش شركة قناة السويس؟ يعني إيه تأميم؟ يعني حولوها تكون لإدارة مصرية. ظلت إدارة وأرباح القناة تكون للشركة الأجنبية. لم تشارك إنجلترا في العدوان الثلاثي على مصر عام 56 لأن كان من أسباب مشاركة إنجلترا على العدوان 56 في مصر إن هما حكومة أممت قناة السويس. نكمل. لم يستجيب الملك فاروق لمغادرة البلاد. كان سيتم استخدام القوة من ضباط الأحرار ضد الملك فاروق. لما كانش هيغادر كانوا يستخدموا القوة ضده. بكده نكون خلصنا حل النماذج الأضواء. ده الجزء الأول، وهننزل لكم جزء تاني نكمل فيه بقية حل نماذج الأضواء. بتمنى انكم تكونوا قدرتوا تلموا أكبر قدر ممكن من الأسئلة، تكونوا عرفتوا الإجابات عليها وبقى الموضوع أسهل بالنسبة لكم. ما تنسوش تتابعوا القناة، تعملوا سبسكرايب وتدوسوا لايك عشان يوصلك دايما كل جديد. بتمنى ان الموضوع كان بيبقى بالنسبه لكم سهل وتكونوا بالقدر ممكن من الاسئله. كنتم مع ميس سعيده بجد.